بيبدأ فيلمنا النهاردة في محكمة كوريا الجنوبية، وبتبقى فيه ست غلبانة رافعة قضية على شركة أدوية بسبب إنها تناولت عقار لوماكس الجديد بتاعهم، ومن بعدها اتصابت بالسرطان وهتموت خلال 6 شهور. ورغم إن الكل بيبقى متعاطف معاها، إلا إن بيجي الدور على محامي الدفاع الشهير بيون، واللي بيقوم يسألها إيه اللي أكدلك إن العقار لوماكس هو اللي سبب لك السرطان. وبيعرف القاضي إن في تجارب سريرية اتعملت للعقار ده خلال 7 سنين على أكتر من 3500 مريض، لكن مفيش حتى ولا حالة واحدة اتصابت بأعراض جانبية أو مشاكل. وبيطلع بيون معلبات من شركة معينة وبيخلي هيئة المحلفين يجربوها، وطبعا بيبقى طعمها لذيذ، والنوع ده مشهور أصلا في كوريا. لكن محامي الدفاع المخضرم بيصدمهم إن تم اكتشاف مادة حافظة في المنتج ده بتسبب السرطان، وطبعا الكل بيتصدم من كلامه. فبيستشهد بطلنا بقضية حصلت زمان على المنتج ده بعد ما صدر تقارير بتأكد موضوع السرطان، ورغم إن تم التأكد بعدها إن المنتج تمام وما فيهوش أي حاجة، إلا إن بسبب ضغط الصحافة ووصول القضية للإعلام في أكتر من 20 شركة مصنعة للمعلب ده أعلنوا إفلاسهم، وكمان كتير منهم انتحروا بسبب الحكاية دي، رغم إن في الآخر المنتج تمام والناس لسه بتشتريه حتى الآن بدون مشاكل. وبيعرف القاضي والجميع إن المجني عليها كانت مصابة بالتهاب الكبد الوبائي قبل كده، وبيقدر يقنعهم بالتقارير إن المرض ده هو اللي جاب لها السرطان مش عقار لوماكس. وبسبب المرافعة الرهيبة دي بيقدر يكسب القضية لصالح شركة الأدوية بكل سهولة. وبيروح بعدها بطلنا لشركة المحاماة الكبيرة اللي بيشتغل فيها، وبيتابع أخبار على التلفزيون للقبض على شخص بتهمة القتل. فبتدخل عليه رئيسة الشركة وبتعرفه إنهم هيتولوا قضية القاتل ده لأنه السواق الخاص لصاحب شركة الأدوية المليونير جون. وبيروحوا الاتنين عشان يقابلوا جون في شركته، وبيسيبوا التليفونات على الباب لأن ممنوع تسجيل أي شيء داخل الشركة. وبيرحب بيهم الرئيس جون، وبيحيي بطلنا على فوزه بقضية عقار لوماكس لأنه من إنتاج شركته، وبيطلب منه يتولى التحقيق في قضية السواق بتاعهم كيم. وبيعرفه إنه كان السواق بتاعه لمدة 5 سنين، وإنه كان وافي ومخلص. وبيتضح إنه أنكر تهمة القتل أول ما اتمسك، خصوصا إنهم مش لاقيين جثة المجني عليها حتى الآن. وبيأكد لبطلنا إنه ما بيعملش الموظفين بتوعه كأنهم شغالين عنده، وبيبقى عايز يصدق اللي كان بيقوله، ودي مهمة بيون. فبيقرر بطلنا يروح لبيت المجني عليها اللي اسمها ماريون، وبيبقى معاه مدير مكتبه بارك. وبيعرفوا بقى ان كاميرات المراقبة جابت ماريون وهي طالعة البيت ومعاها شنطة سفر ضخمة. ولما بيدخل بطلنا الشقة بيلاقي دم على الأرض والإزاز مكسور، فبيبدأ يتخيل اللي حصل، وبيشوف ان كيم فضل يرن عليها وهي ما بتردش، لأن حسب أقواله هم كانوا بيحبوا بعض. فبيكمل بطلنا قراية في التقارير عشان يفهم حقيقة اللي حصل بالظبط، وإن كيم لما لقاها مش بترد عليه جه البيت وقدر يكتب الرقم السري بنجاح، ودخل هجم على الضحية بعنف كبير عشان ما كانتش بترد عليه. ولما حاولت تهرب منه مسك سكينة وفضل يطعن فيها وكسر عليها الإزاز، وطعنة ورا التانية لحد ما فرقت الحياة خالص. فقرر يحطها في شنطة السفر بتاعتها ويرمي الشنطة من الشباك. وأثناء ما بطلنا بيفكر بيلاقي المدعي العام في القضية دي وهي سو، وبنفهم إن سو كانت بتشتغل تحت التدريب مع بيون زمان، ودلوقتي بقت الخصم المباشر بتاعه في قضية ماريون. وبتأكد له إن كيم هو القاتل والقضية خلصانة. ولما بيحاول بطلنا يمارس الضغط عليها عشان كانت شغالة عنده يعني قبل كده، بترفض سو كلامه وبتبقى عايزة تمشي، وبتحذره إنه يدافع عن كيم لأنها قضية خسرانة ومستحيل ياخد براءة. فبيقرر بطلنا يروح يقعد مع كيم عشان يفهم إيه الحكاية. وبيفهم كيم إن الرئيس جون هو اللي بعته، فبيبدأ يتكلم معاه، وكيم بيأكد له إنه ما قتلش ماريون، وإنه راح بيتها لما لقاها ما بتردش على مكالماته لأنه قلق عليها مش أكتر، وإنه كان عارف رمز القفل الذكي بتاع الباب لأنه عيد ميلادها وشافها بتفتحه قبل كده. ولما دخل شاف الدم وسلاح الجريمة في المكان، غصب عنه مسك السكينة اللي اتقتلت بيها. فبيفتح بيون الملف بتاعه وبيلاقي إن تم اتهامه من 5 سنين بالاعتداء وأخد براءة، لكن ده هيضعف موقفه في القضية، وبيبقى حاسس إنه مخبي حاجة. فبيقول له صارحني عشان أقدر أساعدك، لكن كيم بيفضل مصمم إنه ما قتلش ماريون. ولما بيرجع بطلنا مكتبه بيلاقي 2 من صحاب كيم جايين يقدموا شهادة حسن سلوك عشان يساعدوه. فبياخدهم لمكتبه يتكلم معاهم شوية، وبيعرفهم إن الشهادة دي ولا ليها أي لازمة، وبيفضل يضغط عليهم لحد ما بيعرفوه إنهم شافوا كيم مع حبيبته قبل كده. ولما بيوريهم صورة ماريون بيأكدوا له إن هي دي. وفي الوقت ده بيجي والد كيم يزوره في السجن، وبيزعق معاه وبيقول له إحنا معتمدين عليك وأمك في العناية المركزة. بس أول ما كيم بيعرفه إن الراتب بتاعه هيفضل يوصلهم عادي بيطمن الأب، فبيقوم كيم وبيسيبه لأنه مش مهتم هو مصيره هيبقى إيه أساسا. بعدها بطلنا بياخد بارك وبيروح يقف تحت بيت ماريون، وبيطلب من بارك يتسلق المواسير عشان يشوف هل القاتل هيقدر يطلع عن طريق البلكونة ولا لأ. وبيفضل يصور كل شيء
وبيلاقي إن بارك اللي على قده قدر يتسلق المواسير بسهولة، فمعنى كده إن أكيد القاتل يقدر يطلع ويدخل الشقة عن طريق المواسير دي. فبيرجع للشقة وبيفضل يقفل الباب ويفتحه أكتر من مرة، وبيستغرب إنه بيفتح من غير الرمز السري. فبيكشف عن القفل وبيتفاجئ إن البطاريات متشالة، وده معناه إن القفل الذكي ما كانش شغال أصلا. وبيفضل يصور الدم اللي على الحيطان، وبيتصل بالرئيسة تبعت له حد من القسم الجنائي. وبعدها بيجي يوم المحاكمة، والأنظار كلها بتبقى على محامي الدفاع المخضرم، واللي بيرفض يقول أي حاجة للصحافة غير بعد ما المحاكمة تنتهي. وبيبدأ يترافع عن كيم، وبيجيب واحد من صحابه يشهدوا معاه، وبيعرف القاضي والجميع إن كيم اتصل بالضحية أكتر من 20 مرة وما ردتش، ولأن بينهم علاقة كان طبيعي إنه يقلق ويروح لها البيت، مش زي ما المدعية العامة سو شايفة إنه دليل على المطاردة. فبتقوم سو تستجوب الشاهد صديق كيم، وبتوضح للمحكمة إنه اتعرف عليه في السجن بتهمة الاعتداء، لكن بطلنا بيتدخل وبيرفض إنها تتكلم عن قضية تانية. وبتحاول توضح للمحكمة على قد ما تقدر الطبيعة العنيفة للمتهم كيم، واللي ممكن تخليه يرتكب جريمة زي دي بكل سهولة. وبتستجوب بعدها مختص من الطب الجنائي عشان يأكد للمحكمة إن كمية الدم اللي لقوها في الشقة معناها إن مستحيل ماريون تفضل عايشة حتى لو ما لقوش جثتها، لأن كمية الدم دي لو فقدها أي شخص لازم يموت. فبيقوم بطلنا عشان يترافع مرة تانية، وبيستجوب المرة دي محلل عينات الدم والطبيب الجنائي المخضرم، وبيعرض قدامه صورة من مسرح الجريمة عشان يبدأ يحللها قدام الجميع. وبيقدر يثبت إن كيم كان ماسك السكينة بشكل طبيعي، وإنه لو قتل كان هيبقى ضاغط على السكينة بشكل كبير عشان يقدر يقتل الضحية. وبيوضح للكل إن في حد شال بطاريات القفل الإلكتروني بالقصد عشان يورط كيم في القضية، وكده القاتل الحقيقي طليق وبيحاول يلبس التهمة لكيم مش أكتر. ورغم المرافعة الرهيبة دي، واللي في الغالب هتعيد تفكير الجميع في إن كيم هو القاتل، إلا إن بتحصل حاجة بتصدم الكل حرفيا لما بيقوم كيم قدام الكل وبيعترف إنه قتل ماريون، وده بيغير كل شيء وبيأجل القضية ليوم تاني. وبطلنا بيجري وراه وهو بيترحل وعايز يفهم هو ليه عمل كده، لكن ما بيقدرش يتكلم معاه بسبب اندفاع الصحافة، وبيرجع كيم للسجن. وطبعا اللي حصل ده بيحط بيوم في موقف لا يحسد عليه، لدرجة إن رئيسته بتطلب منه إنه يرتاح شوية وهي هتحاول تغطي على الموضوع، وبتقرر تديله قضية مخدرات تانية كده يبص فيها بكرة. بس طبعا بطلنا بيبقى متضايق جدا من اللي حصل معاه، وبيروح يقابل سو اللي أخدها كيم هي والشرطة المكان على أساس إنه دافن الجثة هنا، لكن مش بيلاقوا حاجة. فبيحاول بطلنا يفهمها إن كيم ما قتلش حد، لكنهم بيبعدوه عن المكان. فبيتحدى الجميع إنه هياكل الجزمة بتاعته لو لقوا الجثة فعلا. وبالليل بتروح سو تقعد مع بطلنا في كافيه، وبتطلب منه يبعد عن القضية لأن كيم خلاص اعترف ومفيش مفر، وإن كل اللي ناقصهم بس هي الجثة وهيتسجن مدى الحياة. ولما بيوقفها بيون وبيقول لها انت نسيتي كل اللي كان بينا ولا ايه، بتديله بالقلم وكانت هتمشي، لكن بيوقفها في اللحظة الأخيرة عشان يتكلموا في القضية شوية. وبيعرفها إن القاتل الحقيقي طلع عن طريق المواسير وهو لابس جوانتي، وكان حاطط مرتبة على الأرض قبل ما يعمل كده، ودخل الشقة وهو مغطي الجزمة بتاعته عشان البصمات. وبعدها هجم على ماريون فجأة ونزل طعن فيها لحد ما ماتت، وبعدين حطها في الشنطة ورماها من البلكونة بعد ما عطل القفل الذكي عشان كيم يدخل بكل سهولة ويلبس هو القضية. لكن لسبب ما اعترف كيم بجريمة ما عملهاش، وأصلا كيم كان معاه وقت يمشي من الشقة قبل ما حد يجي، لكنه اختار إنه يستنى، وده معناه الوحيد إن كيم كان عايز يتقبض عليه. فبتصدمه سو بتعرفه إن قبل الجريمة اتسحب 30 مليون وون من حساب كيم، فبيستغرب استخدم الفلوس دي في إيه بالظبط، وبيطلب منها تشوف شغلها وهو هيحاول يجمع الأدلة ويتقابلوا في المحكمة. بس تاني يوم بيتقابل مع البنت في قضية المخدرات، وبيعمل معاها عرض إنها تكتب 7 أشخاص بيتعاطوا المخدرات وهو هيعمل معاها صفقة ويخرجها من القضية. بس هي بترفض تبيع الناس اللي بيشتروا منها، وبتعرفه كمان إنهم 6 أشخاص فقط مش 7. بس بيجيله بارك يقطعه، وبياخدوا الواحد كان بيخدم معاه في القوات الخاصة، والراجل ده بيساعدهم في تتبع تليفون كيم والمكالمات والرسائل اللي حصلت عليه. وبيكتشفوا إن في رقم كان بيتصل بيه دايما لكن مش عارف بتاع مين بالظبط، فبيطلب منه بارك يتتبعه بسرعة وبيقدر يعرف مكانه فعلا. فبيتحرك بطلنا وبارك لحد ما بيوصلوا لمحرقة جثث، وبيشوفوا الشخص صاحب التليفون وهو بيحمل حاجات في عربيته وبيمشي بيها، فبيطلعوا وراه فورا وبيراقبوه من بعيد وهو مش واخد باله، لحد ما بيقف الراجل ده بالعربية عند مصنع مهجور. فبيطلب بطلنا من بارك ينزل وراه ويشوف حكايته ايه،
بس بطلنا ما بيرتاحش وبيقرر ينزل هو كمان عشان يفهم بنفسه، وبيفضل يدور في المصنع المهجور لحد ما بيتفاجئ بإيد جثة مشوهة في المكان. ولما بيفتح الشنطة اللي جنبها بيلاقيها مليانة بالجثث، لكن قبل ما يستوعب بيلاقي سواق العربية قدامه وفي إيده فاس. فبيرتبك بطلنا جدا وكان خايف لا يقتله، بس بارك بيجي من وراه وبيديله كام حركة كده يطير من إيده الفاس وبيسيطر عليه بالكامل، وبيربطوا الراجل وبيقعدوا يحققوا معاه عشان يعرفوا ايه اللي وراه. وبيتضح بقى ان الراجل ده شغال في المحرقة وبياخد الجثث بتاعة المشردين يبيعها مش اكتر. وبيتفاجئ الاتنين ان في حد اتصل بيه وطلب جثة بنت مقابل 30 مليون وون. فبيتأكد بطلنا انه شخص تبع كيم، وبيعرف منه انه المفروض يقابله بكرة في مكان معين عشان يتم الصفقة. فبيروح بطلنا معاه وبيخليه يحط شنطة الجثة في الصندوق المتفق عليه في مكان عام، وبيطلع تليفون كيم وبيفضل يتواصل معاه عشان لو القاتل مراقبهم ما يحسش بحاجة. وبيعرفه كمان مكان الصندوق اللي فيه 30 مليون وبيخليه ياخدهم بسهولة وبيمشي. وبيبقى بطلنا استعان بصحاب كيم الاتنين عشان يساعدوه في المهمة دي ومخليهم مندمجين مع الباقيين في المكان، وبيطلب منهم يفضلوا مراقبين الصندوق اللي فيه الجثة ويقبضوا على أي شخص يقرب منه. وفي الوقت ده سو كانت بتحقق ورا ماريون بكل قوتها لحد ما بتكتشف إنها كانت متطوعة في ملجأ أيتام، وبتقرر تروح هناك. بس الغريب إنها لما بتسأل عن أسماء الأشخاص اللي ماريون كانت بتراعيهم بتعرفها مديرة الدار إن الأسماء دي كلها اختفت من هنا بقالهم 4 سنين. بس الأهم إنها بتكتشف إنهم راحوا مستشفى معينة ومن ساعتها ومحدش شافهم تاني. فبتتصل سو على بطلنا وبتعرفه إن ماريون دورت في كل حتة عن الأشخاص اللي شاركوا في التجارب السريرية العقار لوماكس، وبكده القضية دي مرتبطة بقضية العقار اللي كسبها بطلنا في البداية. بس بيوم ما بيكونش فاضي دلوقتي لأن في شخص واقف قدام صندوق الجثة، والاتنين الأغبياء اللي معاه ما بياخدوش بالهم لحد ما الراجل بياخد الصندوق وبيختفي. فبيقفل بطلنا السكة مع سو وبيفضل يبص حواليه لحد ما بيلاقي الشخص ده لابس خوذة وراكب موتوسيكل ومعاه الصندوق. فبيركب عربيته فورا وبيطلع يطارده بكل شراسة لدرجة إنه بيكسر الحواجز الحديد في سبيل إنه يكمل وراه. وبيطلعوا الاتنين على الطريق السريع وبطلنا بيعاني لأنه معاه عربية والتاني موتوسيكل، بس بطلنا بيفضل مكمل وراه مهما كان التمن لحد ما بيدخل الشخص الغامض ده بمنطقة فيها مخيم والموتوسيكل بيتعطل. فبيجري بطلنا عشان يلحقه لكنه بيقع، والراجل بيشده معاه في الموتوسيكل غصب عنه لحد ما بيعمل حادثة وبيقع صندوق الجثة في البحر. فبيهجم عليه بطلنا في اللحظة الأخيرة وبيشيل الخوذة من على وشه. وهنا بقى بتبقى الصدمة لأنه بيلاقيها ماريون اللي المفروض إنها اتقتلت، وطبعا بياخدها بيته وبيعمل لها حاجة دافية تشربها وتحكي له بقى إيه الحقيقة من كل ده، لأنه فهم خلاص إنها متفقة مع كيم عشان ينفذوا خطة معينة. وبسبب إنها كانت ممرضة سابقة قدرت تتصرف في الدم على الجدران بكل سهولة، وإنها قصدت تطلع بشنطة السفر قدام الكاميرا عشان تأكد إنها كانت في البيت فعلا. بس اللي بطلنا مش قادر يفهمه هما ليه بالظبط اشتروا جثة، وبيعرفها إنها خدعت شعب بالكامل ولازم تتكلم دلوقتي. فبتتعصب ماريون جدا وبتفهمه إنهم كانوا محتاجين الجثة عشان يثبتوا إن عقار لوماكس ليه آثار جانبية قاتلة. وبنكتشف بقى يا أصدقائي إن الآثار الجانبية دي ظهرت خلال التجارب السريرية، لكن الرئيس جون اتستر على الموضوع عشان يفضل يصنع العقار ويبيعه. فبيستغرب بطلنا وبيقول لها ازاي الكلام ده والعقار واخد التراخيص وكله تمام. فبتوضح له انه عشان العقار فعال لكنه مدمر حرفيا لبعض الناس. وماريون متأكدة بقى من الكلام ده لأن أبوها هو اللي صنع عقار لوماكس، ولما شاف الأضرار بتاعته رفض الإفراج عنه. لكن الرئيس جون تلاعب بالتقارير وطرد والدها من الشغل خالص لحد ما رجعت في يوم ولقت أبوها مشنوق في البيت، وهي متأكدة طبعا إن جون اللي عمل كده لأن أبوها مستحيل يسيبها وينتحر. فبيسيبها بطلنا وبيروح يقابل كيم في السجن وبيقول له الرئيس جون وافق يشغلك عنده رغم إن عندك سوابق، وسمح لك بالخروج من مشكلة بعد حادث عملته بالعربية في أول يوم ليك. وبيتضح إن جون خبط واحد بالعربية غصب عنه، فجاب كيم يركب مكانه ويتصل بالشرطة يعترف إن هو اللي عمل كده، وطمنه وقتها إنه هيطلعه منها بكل سهولة. وبيبدأ بطلنا يلعب معاه وبيسأله ليه ما قتلش ماريون لما جون طلب منه كده، فبينكر كيم طبعا وبيأكد له إنه قتلها. وبنفهم إنهم اشتغلوا مع بعض قبل كده وكيم بيحبها جدا. وبيتصدم كيم أول ما بيقول لبطلنا عشان كده زورت وفاتها صح، وبيشرح له الطريقة اللي عمل بيها كل شيء هو وماريون وإزاي جهزوا مسرح الجريمة عشان يبان إنه قتلها فعلا. ومن ناحية تانية ماريون راحت تشتري جثة من بتوع التجارب السريرية لأن التقرير بتاع عقار لوماكس لوحده مش هيكون كفاية للقبض على رئيس شركة كبيرة بحجم جون. لكن لو دخلت ماريون قاعة المحكمة بالتقرير والجثة الموضوع كله هيختلف تماما. وبيأكد له بيون إن الرئيس جون اختاره عشان يكتشف هو قتلها فعلا ولا لا، وحتى لو عرف الحقيقة ما يقدرش يشهد ضد موكله في المحكمة. لكن كيم بيتصدم فعلا
لما بيعرفوا بيون إن ماريون عنده في البيت، وبيسيبه بعدها وبيطلع يتصل بجون وبيقوله أنا معايا أدلة جديدة تثبت براءة كيم. فبيطلب منه الرئيس يجيله على الشركة فورا. لكن بمجرد ما بيوصل بطلنا للجراج بيلاقي الاتنين صحاب كيم موجودين، ومن غير مقدمات بيضربوه وبياخدوه معاهم في العربية. وبيبان ساعتها انهم خطفوا ماريون من عنده في البيت عشان يفوق بطلنا بعدها وهو واقع على الأرض قدام جون والكلب بتاعه. ولما بيزعق بيلاقي طوق حوالين رقبته بيكهربه، فبيفهموا جون إن ده طوق بيقلل من نباح الكلاب، لأن كل ما هينبحوا هيتكهربوا فورا. وبيعرفوا جون إنه ذكي فعلا من صغره، لكن دايما المال هيبقى أذكى شيء في العالم، وبيخلي رجالته تحقنه بجرعة مخدرات عالية جدا. وبيفوق بعدها بطلنا تاني يوم في بيته والدنيا مكركبة على الآخر، وبيبدأ يفتكر لمحات من اللي حصل امبارح، وبيلاقي البنت بتاعت قضية المخدرات وزمايله كانوا عنده بيحتفلوا وبيشربوا معاه ويصوروه. ولما بيروح المكتب بيلاقي تقرير منها بتعترف فيه إن بيوم بيشرب معاها مخدرات، والرئيسة بتاعته بتدخل تقوله انت عندك تحليل مخدرات، وبتوريه صوره مع المدمنين. فبيفهم انها متورطة مع جون من البداية، وعشان كده اديته قضية البنت المدمنة في سبيل توريطه مش اكتر. وبتقوله دلوقتي ماريون رافضة تقول مكان التقرير فين، ولو جبت التقرير ده هتستعيد حياتك وهننسى موضوع المخدرات ده بالكامل. فبيرجع بطلنا لكيم وبيحكي له ان الرئيس جون اخد ماريون، فبيتجنن وكان هيهجم عليه بس الحارس بيوقفه، وبيطلب منه جون يعرفه مكان التقرير عشان يقدر ينقذ ماريون قبل ما تموت المرة دي بجد. وفعلا بيفهمه ان التقرير موجود على تليفون، وبيروح يستلمه من مكان معين، بس بيبقى معاه الاتنين صحاب كيم اللي طبعا بيشتغلوا لصالح جون. وعشان كده اول ما بيشوف التليفون بياخده وبيطلع يجري منهم فورا. فبيفضلوا يطاردوه بكل شراسة، وبطلنا دايس بنزين وبيجري على اخر سرعته لحد ما بيدخلهم وراه المترو وبيخليهم يركبوا، وبيطلع هو في اللحظة الأخيرة من الباب التاني. ولما مساعد جون بيعرف انهم فشلوا بيخليهم يقفوا يضربوا بعض هما الاتنين بمنتهى العنف. اما بطلنا بقى فبيروح يقابل جون ومعاه التليفون وبيأكد له انه عليه التقارير ومفيش اي نسخة تانية، وكل اللي طالبه منه هما دقيقتين على انفراد. ولما بيمشي المساعد بيبدأ بطلنا يقول له انا عايز ابقى الراجل بتاعك واترافع عنك وعن شركتك في اي وقت، انا مش غبي على فكرة وعايز اهتم بحياتي واطورها على الاخر، وبعدين انت ماسك عليا موضوع المخدرات ده فاكيد مش هقدر اخدعك. وبالفعل بيوافق جون وبيعينه وسط المحاميين الكتير بتوعه، ومبدئيا بيروح يكسب له قضية عقار لوماكس ضد الست المصابة بالسرطان لأن كان فيه استئناف. بس قبل ما يمشوا من المحكمة بتيجي سو بتهدد جون إنها هتستدعي له الشهادة في قضية كيم، لكن بطلنا بيطلب منه يمشي وهو هيتصرف في الموضوع ده، وبيقف يشتم سو وبيأكد لها إنها مش هتقدر تعمل حاجة لجون طول ما هو المحامي بتاعه. وبيروح بعدها بطلنا يزور الست المريضة بالسرطان في المستشفى وبيصدم المحامي بتاعها وبيديله دعوة بيطالبوا فيها الست الغلبانة دي بمليار وون عشان شوهت سمعة جون، وبيديلها معاه تقرير المبيعات الخاص بعقار لوماكس وبيطلب منه يقراه بعناية. بس أول ما بيطلعوا بارك ما بيكونش عاجبه اللي بيحصل ده وبيزعق مع بيون وبيقوله خليك رحيم بالناس شوية. بعدها بيروح بطلنا يطمن جون وبيعرفه إنه سكت كيم على أمل إنهم هيسيبوا ماريون في النهاية، لكن جون بيصدمه وبيقوله طب إيه رأيك نخلي اعترافه ده بجد ونقتل ماريون، والأفضل إن أنت اللي تعمل كده بإيدك عشان تثبت لي ولائك. وتاني يوم بيروح والد كيم السجن عشان يقابل ابنه وبيعرفوا إن الجثة هتظهر قريب قدام الكل، فبيتصدم كيم وبيفهم إنهم هيقتلوا ماريون خلاص، وبيقرر يقابل سو ويحكي لها عن خطتهم من البداية للنهاية. وفي الوقت ده بيبقى بطلنا في إحدى مستودعات الشركة والاتنين صحاب كيم بيجيبوا له ماريون في غرفة فاضية عشان يقتلها ويقطعها ويحطها في شنطة السفر عشان يدفنوها بعد كده والشرطة تلاقيها وتثبت التهمة على كيم. والمساعد بيكلمه عن طريق مكبرات الصوت وبيأكد له إنه شايف كل حاجة في الكاميرات، وإنه بعد اللي هيعمله ده هيكسب ثقة الرئيس جون. بس فجأة بيتصدم المساعد بسو قوات كتير جدا من الشرطة بيقتحموا المكان، فبيدي الأمر لرجالته يعطلوهم على قد ما يقدروا لحد ما يدمروا التقارير وكل حاجة في المكان ممكن تدينهم، وبيفصلوا الطاقة والكاميرات وكل شيء عن المكان. ورغم إن سو رجالة الشرطة بيقدروا يقتحموا المكان إلا إنهم بيدوروا في كل حتة ومش بيلاقوا أي حاجة، وبيكون بطلنا خلص المهمة وقتل ماريون وحطها في شنطة السفر فعلا، وبيروح مع الرجالة يدفنوها في مكان معين وضميره بيأنبه. وبعدها بيروح يسهر مع الرئيس جون وبيشرب خمرة لحد ما بيسكر، وبيطمنوا جون إن بعد اللي عمله ده بقى واثق فيه خلاص. بس بطلنا بيبقى سكران على الآخر وبيقوله بس أنا كده بقيت قاتل وأنت اللي حرضتني. فبيضحك جون وبيقوله كده محدش يقدر يقبض عليا، أنا فوق القانون. وتاني يوم بيقف الرئيس جون في مؤتمر جديد للشركة وبيستعرض نجاحاته في السنين الأخيرة، في حين إن سو بيجيلها خبر إنهم لقوا جثة ماريون مدفونة في مكان معين. أما بطلنا فبيكون في المحكمة وبيصر على براءة كيم وبيقول قدام الجميع إن عنده شاهد هيثبت كلامه،
وهنا بتحصل المفاجأة الكبرى وبتدخل ماريون لساحة المحكمة، وسو لما بتشوف الجثة بتلاقيها مش جثة ماريون، وبارك بيجي يديها تقرير بأمر من بيون، وبيتضح بقى إن بطلنا اتفق مع كيم ياخد الجثة اللي اشتروها ويوهم جون إنه قتل ماريون. لكن في الحقيقة أول ما الكهرباء فصلت بارك كان جاهز بشنطة سفر تانية فيها الجثة المزيفة وبياخد ماريون يهربها. أما جون بقى فبيتفاجئ وهو واقف في المؤتمر بتسجيلات صوتية بتورطه في كل شيء، وبنعرف إن بطلنا زرع جهاز تنصت في الطوق بتاع الكلب وسجل كل التفاصيل اللي حصلت مع جون وفضحه على الملأ، وكمان نشر التقارير بتاعت عقار لوماكس وورطه بشكل كامل عشان يتفاجئ جون بسو رجال الشرطة بيقتحموا العرض ويقبضوا عليه، وبيروح له بطلنا يسخر منه وهو ماشي بعد ما خلاص هيقضي باقي عمره في السجن. وبتيجي سو تتخانق مع بطلنا وتضربه لأنه معرفاش كل حاجة من البداية، فبيهديها لأنه كان لازم يعمل كده قدام جون عشان محدش يشك في حاجة. وكمان بيقدر بطلنا يثبت فساد الرئيسة بتاعته وشركة المحاماة بتتقفل، وبيتقابل بعدها مع بارك اللي جايب له شغل جديد كمحقق خاص، خصوصا بعد أدائه الاستثنائي في قضية كيم. فلو عايز تشوف بطلنا بينفي صعب المحقق بعد كده اشترك في القناة وعرفنا في الكومنتات، وأول ما الجزء الجديد ينزل هتشوفوه عندنا على طول. ويا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لو أول مرة تشوفونا عشان يوصلكم منا كل جديد. أشوفكم الفيلم الجاي، سلام.